يعني من الفترات القليله ان يكون عنده لعيبه على اعلى مستوى في كل المراكز. يعني حتى انت مش حاسس ان لو لعيب اتعور او لعيب كذا، زي مثلا الشناوي احسن حارس مرمى في مصر، ان هو مش موجود، لكن في بدايل وانت الناس مش قلقانه. يعني في ابو جبل، في صبحي، في الشناوي. فقبل كده كان بتبقى ازمه كبيره ان يكون مكان معين سواء حارس مرمى او غيره، لكن ده يعني السؤال رد السؤال اللي انا بقول لك ان منتخب مصر عنده لعيبه على اعلى مستوى وامكانيات كبيره جدا، وفي كل مركز احسن من، يعني في اثنين ثلاثه احسن من بعض. ممكن الاصابات دي تبقى عامل ايجابي يا كابتن؟ تتوقع النتيجه كام يا كابتن؟ لا مش متوقع، لكن الطبيعي باللي انا بقوله واللعيبه اللي موجوده وروح اللعيب المصري والمنافس كل الاحترام والتقدير ليه، منافس قوي جدا، ولكن احنا اعلى منه. يعني احنا اعلى من الكونغو فنيا وتاريخيا، ومش بتكلم على تاريخ بس، لكن احنا لو مقارنه باللعيبه ومصر والكونغو فاحنا الافضل. يمكن ربنا وقعنا ان احنا خدنا 3 نقط من 3 ماتشات، ولكن ال3 نقط ودونا في حته، يعني كنا ممكن نبقى اول وممكن نروح في حته ثانيه زي المغرب راحت مع جنوب افريقيا. فان احنا يعني في يعني وصلنا مع المنتخبات اللي هي الليفل الثاني، يعني مثلا زي الجابون وناميبيا وفي الكونغو نفس الليفل ده. لكن فالنهارده لما قابلنا مستوى يعني الثاني في المنافسه. لكن كل الحذر، لان الكونغو فريق مجتهد ولكن مش بقدره مصر.